اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده الفيديو من اكتر الفيديوهات اللي انا متحمسه ليها، وعارفه ان انتوا كمان ده من اكتر الفيديوهات اللي هتعجبكم، لان فيه افكار كتير ومختلف تماما عن الفيديوهات اللي انا عملتها معاكم قبل كده. والنهارده الفيديو هيكون في بيت بابا، والنهارده انا قررت ان انا اعالج التقصير اللي فات كله في حق ماما. عايزه اقولك يا ماما ما تزعليش مننا، الفتره اللي فاتت قصرنا في حقك كتير جدا، احنا عارفين وما وقفناش جنبك في مواقف كتير واوقات كتير جدا عدت عليكي صعبة ما وقفناش معاكي فيها. فالنهاردة حاولت ان انا بقدر الامكان احاول ان انا اعمل حاجة بسيطة لماما، يعني دي اقل حاجة ممكن اقدمها لها النهاردة، ان انا احاول ان انا اظبط لها المطبخ كده وانضفه واغير شكله شوية. فتعالوا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه انا بدات ان انا افضي المطبخ تماما. بصوا انا مقتنعه بان مش كل البيوت زي بعضها، وكل بيت وليه ظروف، وكل مكان بيتنظف بطريقه مختلفه عن المكان التاني. يعني انا مثلا في المطبخ بتاع ماما مختلف تماما مثلا عن المطبخ بتاعي، في انه هنا في بلاعة فهدلق مية براحتي، هنا مفيش دواليب فوق فهقدر ان انا ايه اغسل الحيطان كده بطريقة غير عندي، انا هدلق مية براحتي. هفضي المطبخ تماما لان ما ينفعش انه اي حاجة ظاهرة ما ينفعش ان هي تفضل موجودة. فكل المطبقيات، سمعت صوت التكسير وانا بخرج المطبقيه، مج شوربه وقع من عليها اتكسر. المهم ايه، كل المطبقيات انا هخرجها، لان طبعا احنا كمان هنغير في المطبقيات بقى، هندهنها ابيض. ليه هندهنها بويا بيضه وطلعت بصراحه حلوه. هقول لكم السبب وليه انا ما جبتش مطبقيات جديده. انا حاولت ان انا الحاجات اللي ينفع ان انا اجددها قلت اجددها بالمره، بما اني هعمل تنظيفه كده محترمه للمطبخ، فهحاول ان انا اغير بابسط كده الامكانيات، احاول ان انا اغير من شكل المطبخ. المطبخ ما تعملوش تنظيف عميق بقاله فتره كبيره. وطبعا ماما يعني كتر خيرها يا رب، يعني رغم ان هي تعبانه، رغم ان هي مع ظروفها، طبعا انا هنا كنت عماله اقول اعمل ايه، اشيلها ازاي. فبدات ان انا بقى افضيها الاول بعدين اشيلها. المهم رغم ان الفتره اللي فاتت ماما كانت تعبانه، ورغم ذلك ان هي كانت برضو شايله البيت وعندها عمال بيشتغلوا وكل حاجه. فاحنا بما اننا متجوزين بعيد عنها ومش بنيجي غير كل فتره، يعني مثلا كل اسبوعين او اكتر كمان. آه، فما فيش فرصة ان احنا مثلا نعمل حاجة معاها، بنيجي مثلا يوم واحد يا دوب، هو بنبات ليلة واحدة وبنمشي تاني يوم. فما فيش فرصة يا دوب اللي احنا الوقت اللي بنجيه اللي هو بنقعد مع بعض، ما فيش فرصة ان احنا نعمل حاجة. فطبعا قصرنا في حقها كتير جدا، فلقيت فرصة مناسبة ان انا احاول ان انا اعمل لها اي حاجة. فقلت لا، لازم اعمل معاها اي حاجة. هي طبعا بتشيل طول اليوم طبيخ، بتنظف الحاجات اللي هي مثلا بتروق الترويق بتاع كل يوم العادي، ان هي تكنس تمسح مثلا، اللي هو تغسل تطبق الكلام ده. لكن هي بقى تغسل الحيطان وبوتاجاز يعني هي بتعمل اللي ربنا يقدرها عليه، وبصراحة بتتعب جدا. فربنا يقدرنا احنا كمان، ونحاول ان احنا نعوضها، ونحاول ان احنا نعمل معاها اي حاجة، ونخلي عندنا دم كده شوية. فبصراحة احنا ما عندناش دم في النقطة دي خالص، يعني تحس ان احنا ايه، يعني بنجيلها كده نقعد عندها استراحة، جايين نستريح في بيت اهلنا. طيب هقول لكم بقى على المطبقيات. انا طبعا اول حاجه كده فكرت فيها قبل ما اعمل المطبخ، قلت ايه، قررت وشفت انا هعمل ايه بالظبط وهشتري ايه علشان يعني بعد ما انضف المطبخ كده احاول اغير شكله. فقلت ان انا لازم اشتري مطبقيات جديده، لان ماما في الوقت الحالي مش هتعمل دواليب للمطبخ. هي لما تيجي تغير المطبخ كله هتبقى بقى تعمل دواليب. فانا هعمل ايه، هجدد المطبقيات. رحت اشتري مطبقيات جديده. ماما كانت شاريه مطبقيات جديده وما نفعتش، اللي هي المطبقيات الاستانلس. المطبقيات الاستانلس الجديده لما ماما جابتها لقيتها ان الاطباق لما بتدخل فيها انتوا عارفين مش في كده ما بين السلوك كده، او ما بين الحته المكان اللي الطبق بينزل فيه،
بدأنا ان احنا ايه، طبعا المطبقية دي كلها عليها كده شوية كراكيب، يعني يعتبر الحاجات دي كلها اترمت اصلا، ما عدا بقى الخلاط ده اللي كان شغال. المهم المكان اللي بيدخل فيه الاطباق ده مش بيبقى الطبق مش بيبقى راسي في مكانه. لما ده في المطبقيات، بالنسبة للمطبقيات الاستانلس الجديدة، المطبقية اللي انت بتجيبيها وتركبيها بنفسك كده بمسامير، فما عجبتهاش الصراحة. تيجي تحط الاطباق كده، الاطباق مش راسية في مكانها، مش بتدخل في مكانها كده، فما عجبتهاش. فقالت لي المطبقيات الستانلس الجديده لا. فطبعا لما رحت لقيتها كلها كده، اللي هي بتجيبي المطبقيه وتركبيها. المطبقيات بقى اللي عند ماما اللي انا خرجتها، اللي كان فيها الكوبايات والاطباق دي مطبقيات قديمه عندها من زمان قوي. فكان شكلها بقى خلاص قدم قوي، فمش عارفه اعمل فيهم ايه. فانا طبعا طلعت كل المطبخ، حطيته بره في الطرقه، رصيته بنظام كده علشان الدنيا ما تبقاش مكركبة، لان الحاجات دي فضلت يعني طول اليوم بره. انا بدأت من الظهر، بصوا الشمس كانت عاملة ازاي، قعدت لحد بالليل. بس طبعا في الوسط عملنا حاجات وطبخنا وكده. المهم المطبيات القديمة دي عملنا فيها ايه، نضفناها كويس، وماما اللي عملتها بقى، نضفتها وراحت جاية ايه دهناها بويا بيضة. وعايزة اقول لكم انا كنت خايفة من الخطوة دي، وعمالة اقول لها لا هتعمل ريحة في الاطباق مش عارف ايه. قالت لي لا، ماما جريئة شوية ما شاء الله عليها. فعملتها وفعلا طلعت جديدة وطلعت شكلها حلو قوي. بقت مع المطبخ بقى، بعد ما نضفت المطبخ ببص لقيتها بقت حلوة معايا، تحس ان هي مطبقيات جديدة، لونها ابيض كده وجميلة. رجعت زي الاول، يعني زي ما كانت جديدة الاول خالص. المهم هنا بقى ايه، حطيت ايه في المية اللي انا هغسل بيها الحيطان. حطيت في المية صابون. عندي صابون سايب، انا قلت لماما انا عايزة صابون سايب علشان يعني هي بتجيب جيركن مثلا ممكن يقعد معاها الشهر كله. فانا قلت لها انا هخلص لك الجيركن ده في التنظيفة دي، انا عايزة صابون سايب. لما باجي انضف بحب الصابون السايب ان هو بيبقى كتير بقى، برمي براحتي. فحطيت صابون سايب، وحطيت صابون من الجيركن بتاعها ده، مش عارفه اسمه فيبا ولا ايه. وحطيت وحطيت شويه من مذيب دهون، ده جايبينه من عند الراجل بتاع المنظفات برضو. بيتباع سايب كده، قولي له انا عايزه منظف دهون. ده بيتباع بقى ايه، بيشيل الدهون وكده. فانا استخدمته بصراحه في المطبخ كله، في البوتاجاز وكده. هنا طبعا ايه، علشان بص هو بينظف بس بياخد وقت شوية، علشان انا حاطه ميه كتير في الجردل، علشان حاطه ميه وصابون وكده. لكن انت عارفه لما بيكون خام كده، عايزه اقول لكم هتشوفوا السواد اللي فوق ده. طبعا انتوا مستغربين ايه السواد اللي فوق ده. ده كان مكان سخان، السخان ولع، عمل حريقه في المطبخ، ولع تماما. يعني كان في سخان غاز في المطبخ، في المكان ده بالظبط. فالسخان لما ولع بوظ لنا بقى السيراميك بالشكل ده. الكلام ده بقى ايه من قريب. فكان لازم بقى الحيطان تتنضف بالشكل ده، لان ايه الدنيا بقت بايظه زي ما انتم شايفين كده. طبعا الحلق الخشب بتاع الشباك ده هنضفه برضو، بس هروح بقى المسقط انضف من المسقط. وهنا بقى طلعت على زي ما انتم شايفين، وقفت كده على الرخام، وبدأت بقى ايه ان انا انضف بايدي. ما كانش هينفع المقشه في المكان ده. ليه بقى؟ لان انا عايزه احط منظف الدهون، عايزه احطه مركز اسمها السواد ده، علشان المكان ده كان ايه بايظ زي ما انتم شايفين كده. فقلت ايه، لما احط المنظف الدهون يكون مركز، هيشيل على طول اي حاجة. طبعا زي ما انتم شايفين كده ايه، بدأت ان انا الحيطة بدأت معلمها، اللي هو اصلا تحس ان هي بتتبهدل زيادة، بس هو كان بيطلع، يعني ما كانش بيسيب حاجة، بيطلع. بس كل ده بقى بالمية بعد كده هيروح. بعد بقى ما خلصت الحيطة دي كده وبقت سودة وبقت حالتها زي ما انتم شايفين كده. انا كنت في هنا زراير كهرباء كتير في المكان ده، فخبيتها بلزق. فعملتها بالميه. بعد ما عملت كده، انا عايزه اقول لكم النور قطع، الكهرباء قطعت، فما كملتش، فنزلت وماما دخلت طبخت. فقعدنا مثلا ساعة ونص، وبعدين رجعت كملت، او ساعتين، وبعدين رجعت كملت تاني. حسيت ان الحيطة اتبهدلت، بس اول ما عملتها بالمية كده لقيت كله نزل في الارض، ما بقاش فيه اي حاجة خالص.
طبعا بقى انتوا شفتوا الفيديو اللي فات اللي نزل وانتوا افتكرتوني ان انا بعت القناة. لا، الفيديو اللي نزل ده لواحدة صاحبتي، هي لسه بادئة قناة جديدة، فحابة ان انتوا يعني تتعرفوا عليها وكده. فهي بتعمل فيديوهات روتين حلوة جدا، فتقدروا ان انتوا تدخلوا تشوفوا قناتها. انا حطيت القناة بتاعتها اللينك بتاعها في اول فيديو، في اول تعليق مثبت في الفيديو بتاعها، فتقدروا انتوا تدخلوا على قناتها حلوة جدا، وبتعمل يوميات كويسة قوي. وبتشتغل بانتظام غيري خالص. انا طبعا انتوا عارفين ان انا بقالي فتره مش بنزل، وكنتوا بتسالوا عليا بقى في التعليقات وكده. بصراحه مش عارفه اقول لكم ايه، بس ان شاء الله بعد كده هتلاقوا فيديوهات حلوه، وان شاء الله بعد كده بقى ما اقطعش، ان شاء الله نشتغل مع بعض كويس قوي. والفيديوهات اللي جايه كمان هيبقى فيها سلسله فيديوهات حلوه قوي بقى. حاول بصوا، كل مره كده هعمل مع ماما، هعمل في البيت هنا، هعمل فيديوهات حلوة قوي. الحاجات اللي انا عايزة اغيرها والحاجات اللي انا نفسي اغير شكلها هعملها بإذن الله. فهتلاقوا سلسلة فيديوهات حلوة قوي في التغيير بقى والترتيب والتنظيف. آه، انا بحب التغيير، يعني بحب ان انا اغير كده. فانا متحمسة للفيديوهات دي، لان هيبقى فيها تغيير، غير مثلا ما كنت في بيتي بنظف كل يوم نفس الحاجات اللي بتتنظف هي كل يوم. لا، هنا بقى هيبقى كل يوم بقى هعمل لكم حاجة مختلفة، وحاجات انا نفسي اعملها. فان شاء الله ايه نعملها مع بعض الايام اللي جاية. وكمان احمسكم الناس اللي عايزة ايه، مش عارفة تبدأ منين، وعايزة مثلا تعمل زي كده مقصرة كده مع مامتها، وعايزة تبتدي ان هي تعمل لها حاجة. فانا هحمسك بقى واقول لك تعملي، تبتدي منين وتبتدي ازاي. وعايزة اقول لكم والله المطابخ بتاعت امهاتنا دي بتبقى اسهل في التنظيف من مطابخنا، لان هي بتبقى بتحس ان هي بسيطة شوية، ما فيهاش حاجات كتير. سهل ان انتي تنظفيها، سهل ان انتي يعني انا هنا يا دوب خرجت المطبقيات وكل حاجة، خلاص بقى الموضوع سهل بالنسبة لي ان انا انضف وارمي بقى في البلاعة والخرطوم والمية والدنيا كده. غير عندي، انا عندي بقعد كذا يوم في المطبخ، رغم ان المطبخ هنا كبير شايفين ازاي، بس خلص في يوم، الا ان الموضوع كان سهل وبسيط جدا. وكل حاجه بقى لما جيت ادخلها بعد كده، عايزه اقول لكم ما دخلناش بقى اي حاجه فيها كركبه او كده، لا اتخلصنا من اي حاجه او اي علب فاضيه واي كده. اتخلصنا من اي حاجة مش لازمة يعني، وحطينا الحاجات الضرورية بس ايه في المطبخ. رغم ان ماما على طول كانت مش بتحط اي حاجة يعني مش ضرورية، بس كل فترة كده بتحسوا ان احنا كلنا في مطابخنا كل فترة كده بتلاقونا ايه ان احنا بيتكوم حاجات عندنا، بيتكوم اكياس فاضية كتير، بيتكوم حاجات بتتركن، حاجات بتتبهدل. المطبخ هنا عند ماما مفتوح على طول، فاكيد بيبقى فيه اتربه مع دهون، فطبعا بتبقى ايه بتعمل طبعا اتساخات جامده. فزي ما انتم شايفين بصوا الشباك طبعا في نقط سودا كده في الشباك دي، ده بقى عوامل الزمن ده خلاص كده، علشان البويه اللي عليه بدأت تقشر. عارفين لولا ان هو مغسول بميه وكده، انا كنت دهنته كمان بالبويه البيضه. عندنا بويه بيضه اللي دهنا بيها المطبقيات، ف... فهو كان عايز يدهن، فان شاء الله ابقى ادهنه معاكم برضو. هنا برضو بنفس بصوا الجردل اللي انا عملته ده بمنظف الدهون والصابون وكده، عايزه اقول لكم ان قضى المطبخ كله وفاض، وفي الاخر اترمى، رميته في الارض بقى. دعكت بيه جنب البوتاجاز كده. هو الصراحه جنب البوتاجاز ماما ما كانتش مخليه حاجه خالص، وكان على طول نظيف يعني. هو بس الحاجات العالية دي علشان مثلا ان ماما مش هتقدر تقف على رخام زي ما انا عملت كده مثلا وتغسل او كده. ف... فاحنا بصراحة اللي غسيل الحيطان ده علينا. فكان اختي بقى كانت بتعمل، اخواتي كانوا بيعملوه او كده. عايزه اقول لكم زمان انا عمري ما نظفت حيطان المطبخ ده خالص خالص، يعني كنت انضف المطبخ كويس جدا، بس عمري ما وقفت انضف حيطان المطبخ، وما كنتش احب ان انا انضفها. كان اخواتي هما اللي بيعملوها. فكان حتى لما بيخيروني ونقسم شغل البيت على بعض قبل بقى ما اتجوز زمان، كانوا يقولوا لي ايه تنضفي المطبخ ولا تنضفي الحمامات. كنت اختار الحمامات. الحمامات بالنسبه لي كانت اسهل خالص، عشان ايه بتنضف بسرعه قوي. فكنت اسيب لهم هم المطبخ يقعدوا فيه بقى. كانت اختي بقى تقعد فيه كذا يوم، اختي اللي بعد مني.
كان بيبقى صعب عليها وتقعد فيه كذا يوم. تنظف بقى تمسك الحيطان كلها، تقف كده تنظفها، مش زي ما انا بعمل كده بالمقشه، لا كان بايديها. كانت تجيب المطبخ كله بالسلم، كانت تحط السلم وتطلع وتجيب المطبخ كله. ما شاء الله عليها. اما انا كنت اخد الحمامات واعملها بالمقشه كده زي ما انتوا شايفين، وخلصتهم الاتنين في يوم وخلاص. عندنا الشقه دي اللي هي فوق فيها حمامين، فكنت بقى اعملهم كده. اختي بقى الصغيرة لسه متجوزة من قريب، يعني من بقى لها سنة او اكتر من سنة تقريبا. هي بقى اللي كانت اخر واحدة منظفة المطبخ ده وغسلاه قبل ما تتجوز غسلة محترمة كده. فمن ساعتها بقى واحنا ايه ما عملناهوش. وماما ايه طبعا زي ما قلت لكم كتر خيرها يعني، احنا والله ما عندناش دم بجد يعني. فقلت بقى لا لازم ان انا اول ما جات لي فرصه قلت لا لازم اعمله، وان شاء الله اعمل حاجات ليها برضو، في حاجات كتير في دماغي عايزه اعملها. اسفه بقى التليفون رن. المهم كنت بقول لكم ان في الفتره اللي جايه ان شاء الله في دماغي حاجات كتير هنا في البيت عايزه اعملها، فان شاء الله اعملها معاكم. عايزه اقول لكم بقى ان كل المواعين اللي هي تحت الرخامه دي انا كنت مكسله ان انا اشيلهم، بس اضطريت ان انا اشيلهم بقى بعد كده، لان طبعا زي ما انتم شايفين انا نظفت فوقهم، فطلعتهم غسلتهم كلهم. كل الحاجات دي اتغسلت واترصت من اول وجديد، فهتشوفوا دلوقتي ان انا طلعتهم كلهم. لان كنت مكسله بصراحه ان انا اشيلهم خالص. لما فضيت المطبخ تماما قلت بقى كفايه دول، بس اضطريت بقى ان انا اشيلهم بعد كده واغسلهم. مسكت هنا بقى البوتاجاز كان متدمر وكان فيه حروق كتير، وكان ماما بتنضفه اللي هو التنظيف العادي بتاع كل يوم، لكن في حاجات حوالين العين بقى، حوالين العين ده اللي كان متراكم عليه زي حروق. فبدأت ان انا بمنظف الدهون ده حطيته، وحطيت صابون. منظف الدهون بيخلي الصابون ما يرغيش زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ايه هتقولوا لي ما بتلبسيش جوانتي ليه يا نرمينا؟ اقول لكم ان ما كانش فيه جوانتي وما كانش ينفع اخرج اجيب، الصيدليه بعيد عني. وكسلت بقى ان انا ادور، يعني قلت لا خلاص انا ايه هعمل كده وزي ما يحصل يحصل. بس فعلا ايديا باظت، ايديا اتبهدلت من منظف الدهون. طبعا انا ايه ما صورتلكوش البوتاجاز كله لان خد وقت شويه، بس هوريكم دلوقتي المطبخ كله بقى على بعضه بعد ما يخلص. هنا خلاص بقى ايه كنت بدأت ان انا اغسل الارضيه. وعايزه اقول لكم الليل خلاص اللي هو انا ايه كنا بقينا بالليل، لان انا بدأت اصلا في المطبخ الظهر. ماما دخلت بقى تقيل تاخد القيلولة بتاعتها، فانا ايه انتهزت الفرصة ودخلت المطبخ. ماما يعني ايه كان يعني طول الفترة اللي فاتت كل ما اجي اعمل لها حاجة في البيت بتفضل تزعق لي، لان انا ايه انتوا عارفين موضوع رجلي وكده، فهي مش بترضى تخليني اعمل لها حاجة خالص بسبب رجلي، يعني ان انا رجلي لسه تعباني برضه. فكانت تقعد تقولي لا ما تعمليش ما كده. فانا بقى يعني حطيتها قدام الامر الواقع، فلما صحيت كده وشافت المنظر بقى وانا قلبة الدنيا، هي لقت المطبخ عبارة عن ان المطبخ بتاعها بقى في الطرقة، يعني ان انا مخرجة كل حاجة في الطرقة. فما قدرتش تتكلم، خلاص هنعمل ايه خلاص. وهي عارفة بقى ان المطبخ اصلا محتاج تنظيفة. فبصراحة هي اتبسطت في الاخر يعني. قلت لها بصي انا ما تعبتش وما عملتش حاجة، يعني انا فعلا والله العظيم الموضوع كان بسيط جدا، ان انا يعني زي ما انتوا شفتوا ما عملتش اكتر من اللي انتوا شفتوه ده. بصوا بقى، قلت بقى في الاخر بما ان المطبخ كله نضف كده ونور بصراحة السيراميك نور، قلت لا اعمل لها بقى ايه اي تجديد بسيط كده. جبت طقم التوابل ده فيه 4 برطمانات بس، وقلت لو عجبها يعني في الاستخدام ابقى اجيب لها 2 كمان زيه وهو بيتعلق على الحيطة كده. وهنا جبت بقى الاستيكر الرخام ده اسود، قلت يكسر كده لان المطبخ كله كده ابيض فابيض، فقلت هيكسر شويه. وجبت بقى ايه صفايه المعالق دي كانت عايزه تتغير برضو، قلت اغيرها عشان اللي عندها بقى لها كذا سنه ما اتغيرتش. فطلعت حلوه قوي، فيها مكان كده رشاقه للسكاكين، فكانت كويسه. هنا بقى بدات ان انا ايه افرد الاستيكر على الرخام. هو بس يعني انا غلطت غلطه هنا وانا بفرده، ان انا ما نزلتهوش على الرخام من تحت. شايفين الجزء من الرخام ده الحرف بتاع الرخام بقى ظاهر، فهو المفروض كنت انزله على الجزء اللي ظاهر ده، ومن ورا اداريب اوصله بحته من ورا، لان ايه لما اوصله من ورا احسن من ان انا اوصله من الجزء اللي قدام. انا فردته كده وخلاص بقى، ما عملتش تاني لا الجزء اللي ورا ده ولا عملت الحرف اللي قدام. بس الصراحه ايه
في الاخر ندمت ان انا عملت كده، لان انا كنت عاملاه في مطبخي القديم، كنت كاسياه من قدام وكنت من ورا برضو موصلاه بحته وكاسياه خالص من ورا، فكان بصراحه احسن بكتير. انا لما قبل ما افرد الستيكر كنت حاسه ان هو سميك، بس للاسف الكويس فيه ان هو طلع اصلا مش سميك ولا حاجه، طلع خفيف قوي ورقيق قوي. و وعادي يعني ان هو يتكسي. يعني انتوا عارفين لما كنت شايفاه سميك الاول قبل ما اشيل الورقه من عليه، كنت حاسه ان انا لو كسيته على حرف الرخام هيطلع بعد كده، هيطلع بسهوله. فلقيته لا، ان هو خفيف قوي وتقدري ان انت تكسي بيه يعني الرخام من الحرف بتاعه اللي ورا والوزره، الحرف اللي قدام والوزره اللي ورا. بصوا ده بعد ما خلص اهو. بس لو انت جيتي تعمليه يعني ما تغلطيش غلطتي، حاولي ان انت تكسي الحرف بتاعه. هنا بقى حطيت الطقم التوابل ده، حطيته كده مؤقتا، وماما بقى بعد كده شالته وحطيته ايه على الرخامة التانية، الرخامة الصغيرة اللي هي جنب البوتاجاز. وبرده بتاعه المعالق دي، بس بقول لكم شايفين الشكل عامل ازاي، برده بتاعه المعالق دي اتحطت على الرخامه اللي جنب البوتاجاز اللي هناك دي، شايفين الرخامه اللي جنب البوتاجاز هناك. دي بقى انا عملتها ستيكر، بس ما عملتهاش في نفس الفيديو، عملتها تاني يوم او تالت يوم. ماما قالت لي ايه وانت هتسيبي دي كده، اعمليها هي كمان. كان فاضل ليها حتة يعني ستيكر يعني على قدها، عملتها بيها. هنا بقى حطيت دي على الفرن من غير ما الزقها، علشان ماما لما بتيجي تعمل حاجة في الفرن بتشيل كل اللي عليه، فعلشان تقدر ان هي تشيلها وتحطها تاني، فردتها كده على الفرن بس عشان يبقى الشكل كويس. التلاجة بقى ماما هي اللي نظفتها تنظيفة حلوة كده. وبس ده كان فيديو النهاردة، اتمنى ان انتوا تدعموني في الفيديو ده وتحطوا لايكات كتير، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.